سنة وانتوا طيبين، عام سعيد عليكم. النهاردة هنعمل طريقة الكحك الناعم. الحقيقة انها سهلة جدا. معايا 8 كوبايات دقيق، 2.5 كوباية سمنة، كوباية لبن دافي، معايا نص معلقة خميرة، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ومعلقتين سمسم ورشة ملح. اول حاجة بحط الدقيق، بحط نص معلقة صغيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بعدين بحط معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ودي حاجة مهمة جدا لأنها بتحافظ على الكحك لمدة طويلة وما يغيرش ريحته، وفي نفس الوقت ليها فوائد صحية على المعدة والجسم، وخصوصا ان احنا بنحط سمنة كتير. معانا معلقتين سمسم، وفي الاخر هنحط رشة الملح. بعدين بنقلب المكونات كلها مع بعض بحيث ان البيكنج باودر يختفي، والخميرة واللي هي ريحة الكحك والسمسم وكله يبقى متداخل مع بعض. بعمل حفرة في وسط الدقيق بحيث ان ادلق جواها السمنة، وبعدين ابتدي اشغل العجان بتاعي بحيث ان السمنة والدقيق كله يختلط ببعضه. وبعدين لما احس ان انا قادرة امسك العجينة بايديا، درجة الحرارة بتاعتها تنزل شوية لان انا بستخدم سمنة سخنة، ابتدي اعجن، اكمل العجن بايديا. حاجة مهمة جدا ان احنا نعجن بايدينا الكحك. بعد ما خلصنا العجن بالعجان، جات دور ان احنا نعجن بايدينا، وزي ما قلت قبل كده اما نقدر نتحمل الدرجة بتاعة حرارة العجينة بنبتدي نعجن بايدينا. بعد كده ببتدي اضيف اللبن بالتدريج، اللبن الدافي، كوباية لبن دافي، ببتدي احط اول حبة منها واعجن، وبعدين احط حبة تانية لغاية ما اخلص الكوباية بتاعة اللبن الدافي زي ما انتوا شايفين. ببتدي اشكل العجينة في ايديا كده، اشوفها طريت، وبعدين لو محتاجة عجن تاني ببتدي اعجن. انا لقيتها محتاجة ان انا اعجنها تاني، هبتدي اعجنها. بعد كده اهو باخد حبة صغيرة من العجينة واعمل كورة صغيرة بايديا، وبعدين ابتدي احشيها بالمكسرات، لوز، بندق. انا استخدمت برضو تين مجفف مقطعه مكعبات صغيرة اللي تحبوه. وبعدين بعد كده بعد ما اسويها بقى بحيث تبقى شكل كورة صغنططة، ببتدي احطها على الصينية زي ما انتوا شايفين، وبالستامب بضغط عليها بالستامب فبتطبع شكل على الكحكة، وبتخليها زي كلها متساوية ببعض، تعمل شكل قرص كده. ودي
طريقة تانية لعمل الكحك وهي المنقاش، ودي بنبتدي ننقش الشكل اللي احنا حابينه على الكحك، ودي طريقة جميلة برضو. ده شكل تالت لعمل نقشة على الكحك. ده عبارة عن حاجة زي الستامب كده فيها مجموعة من أشكال الورد، وبس كده، بسيطة جدا برضو. بعد ما نخلص تشكيل الكحك بنحطه في الفرن على درجة حرارة 400، ونخلي بالنا طبعا منه لما يستوي نبتدي نحط الصاج اللي بعده، وهكذا لغاية ما نخلص الكمية اللي احنا شكلناها. بعد ما خلصنا تسوية الكحك بنبتدي نحطه بره لغاية ما درجة حرارته تبرد ونتأكد ان هو برد تماما. بنبتدي نحطه في طبق التقديم ونبتدي نرش عليه سكر البودرة. الكحكة طالعة تحفة بمعايير مظبوطة وجميلة. أتمنى أنها تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.